بتحكي صاحبة القصة دي وبتقول: أنا مدام فاتن، عندي 41 سنة، متجوزة صغيرة جدا، متجوزة وأنا عندي 19 سنة. وأول ما اتجوزت خلفت ابني على طول بعد 9 شهور من جوازي، وكنت عايشة أنا وأبوه علشانه هو بس، بربيه وكنت بخاف عليه من الهوا الطاير. مش قادرة أقولكوا ابني ده كان قريب مني ازاي، لدرجة إن كان جوزي ساعات كتير بيقولي إن من ساعة ما أنا خلفت وأنا ناسية الدنيا بما فيها، وهو كمان ما بقتش أفكر فيه أبدا ولا في احتياجاته. لكن طبعا في الآخر أنا ست، كنت أوقات كتيرة جدا جدا بحس إني محتاجة لجوزي، لكن طبعا مفيش حاجة بتمشي زي ما احنا عايزين. في يوم من الأيام جالي تليفون إن جوزي تعب في الشغل شوية ونقله المستشفى. جريت على المستشفى وسبت ابني عند واحدة جارتي، أصل كنت بخاف عليه لا يتعدي من حاجة، وكنت بصراحة فاكرة إن الموضوع بسيط. لكن عقبال ما رحت المستشفى لجوزي كان السر الإلهي طلعت، وكمان خلاص بقيت عايشة لوحدي. ما كنتش عارفة هربي ابني ازاي ولا أصرف عليه منين. يعني معقولة يا ربي أخلف عيل ويتيتم بدري بدري كده؟ قلت خلاص مش مشكلة، معاش جوزي اللي هيطلع وأنا هشوف لي أي شغلانة وأشتغل وأربي ابني علشان مفيش أي حد ياخده مني. وفعلا اشتغلت وكفحت وربيته وكبرته لحد ما بقى في الكلية، وكان عمره 18 سنة. وبصراحة أنا كنت فرحانة بيه جدا جدا، وعلشان هو طبعا وحيد ما دخلش الجيش، وكنت فرحانة إن هو قدامي طول الوقت. من ساعة ما جوزي توفى وأنا ناس كتيرة قوي بتقولي أتجوز، وإن ابني هيجيلي يوم من الأيام هيحتاج راجل معاه في التربية يساعدني علشان يلاقي اللي يخاف منه. لكن أنا بصراحة كنت برفض خالص إني أدخل بيتي راجل غريب يربي ابني، وكنت عارفة إن هيجي يوم من الأيام وابني يكبر وهيغير عليا زي ما أنا بغير عليه وبحبه، وكنت ساعتها هتعرض لمشاكل كتير جدا وكان ممكن فيها أخسر ابني. علشان كده كنت برفض. وفي يوم من الأيام ابني جالي وقال لي: يا ماما أنا عازم واحد صاحبي هنا على الغدا، ممكن بعد إذنك تعمل لنا حاجة يعني على الغدا حلو من إيديك الحلوين دول؟ قلت له: طبعا يا حبيب قلب ماما، وأنا يعني في ديك الساعة لما يجيلي صاحب ابني هنا وابني كمان كبر وبقى بيعزم أصحابه، طب إيه رأيك بقى؟ أنا هعمل لك أحلى عزومة، هتحلف وتتحالف بقى بالعزومة اللي أنا هعملها لك دي. وكان فرحان جدا، وفعلا نزل قال لي إن هو هيروح يجيب صاحبه لأنه مش هيعرف الطريق لوحده. قلت له: ماشي يا حبيبي، وعقبال ما انت تيجي هكون جهزتلكوا السفرة. وأنا بصراحة من نوع الستات اللي بتهتم بنفسها، يعني دايما بصبغ شعري وبهتم بجمال بشرتي وبشكلي وبلبسي، مش من نوع يعني الستات اللي مهملة في نفسها. وفعلا مفيش ساعة ولقيت ابني جاي وبيرن الجرس. رحت افتح الباب لابني، وبعد شوية دخل صاحبه اللي أول ما شفته اتهبلت عليه. معرفش بس ايه اللي حصل لي، أول ما شفته قلت في عقلي: يخرب بيتك، ايه الحلاوة والجمال ده؟ معقولة بس لسه في شباب حلوين كده؟ وللعلم هو كان أكبر من ابني ب2 سنين، زميله معاه في نفس الكلية لكن مش في نفس السنة. وطبعا كنت فرحانة بيه جدا، وكنت عاملة شبه البنات الصغيرة اللي مكسوفة، وهو كمان ما كانش مصدق أبدا إن أنا مامته. كان عمال يقولي: حضرتك صغيرة جدا، أنا حتى مكسوفة أقولك يا طنط، أنا مش عارف بس أقولك إيه. وفضلنا نهزر ونضحك، وفي نفس اليوم واحنا قاعدين بنتغدى سوا
قعدنا ندردش مع صاحب ابني، وبالصدفة عرفت منه إن هو هيمشي من المكان اللي ساكن فيه لأنه مش مرتاح هناك، وهو لسه بيدور ولسه ملقاش حاجة. قلت له طيب انت ليه بتدور؟ طب ما الشقة اللي جنبنا فاضية، وبصراحة الشقة هنا في الإيجارات أسعارها كويسة جدا جدا. شوف لو عايز تيجي تسكن هنا أنا أكلم لك صاحب البيت، وأقول له كمان على ظروفك وإن أنت لسه بتدرس، وهو كمان هيقلل لك الإيجار شوية. قال لي إذا كان كده يبقى حضرتك كلميه، ولو اتفقنا على الشقة دي وأجرتها من بكرة هنقل هنا. طبعا أنا أول ما سمعت كده فرحت، وجريت كلمت صاحب البيت وقلت له حاجات كتيرة جدا علشان يعني يقلل في الإيجار شوية. وفعلا الراجل عمل الواجب معاه وقلل له الإيجار، وفعلا برضه جاب حاجته وجه نقل في الشقة دي. ومن يوم ما هو سكن هنا وأنا اللي بعمل له أكل وشربه وبغسل له هدومه، وكمان كنت ساعات باخد منه مفاتيح الشقة وأدخل أنضفها له. وفي يوم من الأيام كنت يعني عارفة إن هو مراحش الكلية في اليوم ده، لكن عملت نفسي إن أنا معرفش، ودخلت بعد ما ابني نزل كليته، وعملت نفسي إن أنا داخلة بنضف الشقة. وبصراحة كنت لابسة لبس خفيف شوية وملفت شويتين، وأول ما دخلت ولقيته عملت نفسي إني اتخضيت. قلت له يا خبر، أنا معرفش إنك هنا. قال لي أنا آسف، يمكن أكون نسيت أقولك ولا حاجة. وفي الوقت ده قلت له مالك، أنت مالك عرقان كده ليه ومتلخبط؟ أنت مكسوف مني؟ وفي الوقت ده ابتديت أنا اللي أقرب، وهو فعلا كان مكسوف ومش عارف يقول لي إيه. قلت له بصراحة كده أنا مش قادرة أمسك نفسي أكتر من كده. أنا أول ما بشوفك بتحصل لي حاجة غريبة. لقيته بيقول لي وأنا كمان أول ما بشوفك معرفش إيه اللي بيحصل. وبصراحة في الوقت ده إحنا الاتنين ما كناش حاسين بنفسنا خالص، وأنا كنت حاسة أعصابي سايحة خالص ومش قادرة أتلاقي على أعصابي ولا أمسك نفسي. وطبعا حصل بينا اللي انتوا فاهمين، ومن ساعتها وده بيحصل بينا دايما. لكن ابني ابتدى يشك في حاجة، وابتدى كمان ما ينزلش غير ورجله على رجل صاحبه، وكل شوية يقول لي يا ماما متعملوش حاجة، وبقى بيتخانق معايا. وأنا بصراحة مش قادرة أكتر من كده أبعد عنه. يا ترى حد عنده حل؟ أعمل إيه في اللي أنا فيه ده؟ أنا بجد ببقى محتاجاله ومش بقدر أمسك نفسي. يا ريت اللي عنده حل لمشكلتي يفيدني ويقول لي أعمل إيه وأتصرف إزاي، وأنا هستنى كل تعليقاتكم.